أهلا بكم بالفيديو الجديد. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الأخطاء الشائعة في الماضي البسيط والمضارع في الألماني وإزاي نقدر نتجنبها. حاطط اللينك الفيديو في أول كومنت، خش شوفه. النهاردة نتكلم عن حاجات شبيهة ولكن في الجزء الثاني، وهي الماضي التام والمستقبل. لو لسه مش فاهم الفرق بتاعهم أو بتتلبك فيهم في استخدامهم، ده الفيديو اللي هيساعدك على كده. يلا نبدأ فورا. أخطاء في المستقبل. في اللغة الألمانية بنستخدم فعل werden ده للمستقبل، ولذلك هناك بعض الأخطاء يجب أن تتجنبها. مثال الأول: Ich werde gehen zum Kino. إيه الخطأ هنا؟ ما تستعجلش، ركز معايا. Ich werde ins Kino gehen. عرفت الخطأ؟ طب تعالى أفهمك واحدة واحدة. احنا خدنا إن gehen يعني إيه؟ يذهب، وإن الفعل يبقى في آخر الجملة، لو في فعل تاني يبقى الفعل التاني في آخر الجملة. طيب، وقلنا إن كينو هي سينما، أداتها إيه؟ أداتها das، يبقى نقول ins مش تسوم، يبقى نقول إيه؟ إيش werde ins Kino gehen. عرفت الغلط؟ ملحوظة قوية: تسوم بتستخدم في الأماكن المفتوحة، زي مثلا تسوم بارك، فين؟ إلى الحديقة، دي مفتوحة. أما إنس الأماكن المغلقة، زي إنس كينو السينما، إنس بعد السمع الحمام. الخطأ الثاني: إيش بعد morgen arbeiten nicht. طبعا هيجي لك واحد هيقول لك الغلط هنا morgen، كلام مش صح. أقول له اسكت خالص، هفهمك أنا. الغلط إن الفعل arbeiten مش في آخر الجملة، ونشت نشت لازم تيجي قبل الفعل arbeiten. يبقى نقول إيه؟ Ich werde morgen nicht arbeiten. في المستقبل nicht بتيجي بعد werden أو ما بينهم، ولكن ما بتجيش في الآخر الجملة أو في الأول. بعد ما عرفنا الأخطاء في المستقبل، تعال نخش على الأخطاء في الماضي التام. يلا بينا. تعريف الماضي التام: حدث وقع قبل الحدث الآخر. الماضي. فهمت حاجة؟ سيبك من الحاجات دي، تعال أفهمك. الغلط الأول: Ich hatte gegangen ins Kino. قبل ما أقول الصح لازم في حاجات تانية لازم تعرفها، مهمة جدا. أكيد عارف إن الفعل sein وهام، وعرفنا إن الفعل sein بيجي معاه إيه؟ الأفعال المتحركة أو متنقلة، أما هابن الساكنة أو أي شيء آخر. طبعا sein بنتحط في الماضي فبنقول إيه؟ فاين. أما هابن بتتحط في الماضي فبنقول إيه؟ هاتن. الله ينور عليك. تيجي نصرفهم. زين تصرفها مع الماضي فاين بتقول إيش فا، دو فاست، أو إس وزي فا، زي وفيا فاين، إير فاي. طيب هاتن إيش هاته، دو هاتست، أو إس وزي. لو وصلت لحد هنا يبقى أنت جامد جدا. قول لي بقى في كومنتات أنت إيه اللي كنت بتغلط فيه. ما تنساش تشترك عشان الفيديو الجاي هيبقى أصعب. Ich wünsche euch einen schönen Tag und eine gute Reise auf der Erde. Ciao.